السلام عليكم، شلونكم اخوان؟ يا رب ان شاء الله تكونوا بخير وصحة وعافية. اخوان، اليوم حبيت اسوي لكم مقطع فيديو عن كيفية حجز المروري لإجازة السوق. الطريقة سهلة جدا، لان شفت اغلب الناس تعاني من هاي المشكلة وما جاي يقدرون يحجزون. فاخوان، الخطوات بسيطة وسهلة. تروحون على جوجل كروم، تكتب بالبحث حجز إجازة سوق. هسه أنا باحث عليها فتطلع عندي مباشرة، فأدخل على الحجز الإلكتروني. هاي هنا تطلع لي من كتبت حجز إجازة سوق، فيطلع لي هنا الحجز الإلكتروني. أضغط عليها. أنا من راح أضغط عليها راح تفتح لي الواتشية مالت الاستمارة. مثل ما تلاحظون هاي هنا الشروط، هاي تقراها بصورة صحيحة وتجي هنا تخلي علامة الصح. هاي جو هنا طلع عندي فتح الاستمارة، أضغط عليها فتح عندي الاستمارة. تروحون هنا على أول حقل، هذا مثل ما تشوفونه. يقول لك هنا حجز مركبات، تريد حجز سياقة، إجازة سياقة أو حجز دراجة نارية. فإحنا هسه عندنا حجز إجازة سياقة. أضغط عليها. تجون هنا تدخلون الاسم، هنا اسم الأب، اسم الجد، هاي المعلومات يعني بهذه الحقول. اللقب مالتك، اسم الأم، اسم أب الأم، وهنا رقم البطاقة الوطنية ورقم موبايل. وتختار هنا المحافظة مالتك ونوع المعاملة. قلنا نختار حجز إجازة سوق، تريد يعني أول مرة أو يعني تجي إجازة سوق. وتختار هنا الموقع، المراجعة المطلوبة. أنت يعني وين تريد يا محافظة تختارها. فهسه راح أنا أوقف الفيديو حتى ما راح يطول عليكم، أملي المعلومات وأدخل الاسم وأرقام موبايل وأرجع لكم. هاي يا اخوان، مثل ما تلاحظون رجعت كملت المعلومات. حتى ما راح الفيديو تخرع عليكم. تجون اول ما تكملوا المعلومات وتدخلون المحافظات، المحافظة اللي تريدها والمكان اللي تريد اياه محافظة ايضا تسوي بيه الحجز، تروح تحجز عليه. فهنا ندخل على معلومات الحجز. شو تسوي؟ تدخل. هاي هنا يعطيك هو الاشهر واليوم. فنختار على سبيل المثال نختار 5 من شهر التاسع وطيت تعيين. اشوف هذا اليوم فارغ. اذا يعطيني هنا بالحق يعني هذا اليوم متوفر للحجز، ما بيه مشكلة. هسه انا خلي اختار اغير اليوم، اختار 1 واشوف. اعطاني يعني هذا اليوم انا اقدر احجز بيه. فاكو مرات يقول لك لا توجد حجوزات لهذا اليوم، فانت حاول تغير هذا اليوم. مثل مكان ما واحد خلي يوم 5 يوم 6 لحد ما يعطونك موعد يكون بيه، هو يعني يستقبلون بيه هذا الموعد يعني يكون فارغ. هسه انا اعطوني 1/9/2025. اختار هنا يقول لك الوقت الساعة. اختار الساعة 8 صباحا، يعني تراجعهم الساعة انت 8 تكون يومهم. هسه راح يعطوني معلومات التحقق اي هي الاختبار. مثل ما تلاحظون هسه على ما يفتح عندي هنا يعطيك على شكل مربعات ومثلثات. هاي هي يقول لك هذا هو، هاي الصورة هنا. فيسي لك هنا كم مجموع عدد الأشكال ذات اللون الأزرق. يقول لك كم الشكل هنا عندنا باللون الأزرق. يعطيك وسائل زائد اللون الأزرق المخطط، ها العفو المخطط، زائد عدد الأشكال من نوع المربع. هسه تجي هنا الأزرق عندنا 1، هذا مخطط. وعندنا شو اسمه عدد الأشكال من نوع المربع. المربع عندنا 1 2 وعندنا هاي 3، يعني يصير المجموع الكل 3. هسه عرفتوا يقول لك هو بس تدقق بالسؤال فالجواب يكون سهل عندك راح تحفظه انت. فهسه راح تم ارسال طلب نجاح. راح احول لهاي الواتشية. يقول راح نرسل لك رسالة على الخط وتدخل هنا. وايضا يعطون هم اختبار هم مربعات لازم احله. هسه انتظر. فتح عندي مربعات هنا يقول لي آه كم مجموعة عدد الاشكال المخططة فقط. هاي هنا عدد الاشكال يعني المخططات كم وحدة هنا مخططة. هسه عندها 1 2 3 4 5، يعني كم شكل هنا بهاي الصورة مخطط. عندي 5 عدد الأشكال الممتلئة كاملة. هسه عندي الممتلئات 3 والمخططات 5. هاي هنا 3 وهنا 2 والممتلئات 3، يعني 5 و3 8. فأكتب على ما توصل لي الرسالة. هسه أنتظر تجيني رسالة على الخط.
حتى أأكد الحجز ويعطوني استمارة أحفظها وأحتفظ بها بالجهاز، حتى أروح لأي مكتب أسحبها ب500 دينار أو 1000 دينار بدون ما تسوي أنت تروح للمكاتب أو تروح فد شي يعني الدائرة ياخذ منك 10,000 أو أكو بيهم حتى 15,000، فأنت تقدر تسويها ببلاش من خلال تليفونك أو عن طريق الحاسبة. فالطريقة بسيطة سهلة جدا. فراح أنتظر أنا وياكم على ما توصلني الرسالة على الخط حتى أدخل، مثل ما يقولك هنا رمز الصلاحية، يعطيك مهلة 5 دقائق. هسه احنا حاليا قضى عندنا تقريبا دقيقة ونص ننتظر على ما توصل الرسالة. راح أوقف الفيديو ومتى تجي الرسالة أرجع لكم، خلوكم وياي. اخوان هسه حاليا وصلتني الرسالة. نروح انا وياكم نشوفها. هي رسالة 592. اكتب هنا 592 رسالة 592 311. هسه احنا الاختبار حليناه قلنا 8، والهذا الرمز اللي جانا على الرسالة هو هذا. راح اعطيه تحقق ونشوف انا وياكم هسه على ما يحمل. حتى راح يحولونه على الاستمارة. هي هاي الاستمارة من خلالها تقدر تسحبها أو تطبعها من أي مكتب ب500 دينار. مثل ما تلاحظون قال لي عزيزي المواطن تم تثبيت الطلب مالتك بنجاح. طباعة الاستمارة أهم شي هاي يسوي يا أخوان. لا تطلع وتروح لأن عبارة الحجز مالتك ما ثبت عندهم. فأهم شي تسوي طباعة الاستمارة. مثل ما تلاحظون هاي طلعت لي هنا هاي المعلومات والباركود بيها. هم تلزم جوا طباعة استمارة الحجز اضغط عليها. فانت هسه تقول انا ما عندي حاسبة او ما عندي طابعة شلون احتفظ بيه. هسه منطقة الطباعة تروحون على هاي هنا تطلع لكم 3 نقاط فوق تضغطون عليها تعطونه حفظ بتنسيق PDF. هاي راح تحفظونه بصيغة PDF. تقدر من خلال أي مكتب تروح ترسلهم وراح يبقى الوصل يحافظ على الجودة مالته والوضوح والدقة، ما يتغير منه أي شيء. أعطيه حفاظة بتنسيق PDF. يعطيني يقول لي هنا اكتب الاسم، اكتب وصل استمارة حتى واعطيه حفظ. هسه حاليا يقول لي جاري الحفظ تم الحفظ بنجاح. واذا تقول مثلا هاي انا صعبة علي وما عرفت لها شلون تشي، هسه قلنا نعطيها طبع استمارة الحجز. راح يقول لك اول تريد شو تسوي، تيجي هيك تكبر الشاشة هنا وتسويها لقطة الشاشة. هسه انا عفو اسوي لها لقطة الشاشة. مثل ما تلاحظون هاي صار اخذت لقطة الشاشة. وش يسوون لقطة الشاشة؟ خلنا اوضح لكم هاي. كلكم تعرفون لقطة الشاشة شلون تاخذون الجهاز، تجون تحددونها تقصونها ما تطلعون هاي العلامات والهاي لحد الباركود. هذا الباركود يردونه يعني من عندكم يعني لا تقصونه. وتعطي ايضا هاي هم للسهولة تعطيك راح تلحظ عندك هاي الصورة بالاستديو. تروح لأي مكتب تراجعه راح يعطيك المعلومات، يعطيك هاي الاستمارة على شكل ورقية وتروح تراجع المرور خلال هذا الموعد اللي هو مذكور عندنا. فأخوان طريقة سهلة جدا وبسيطة وما يحتاج لها أي شيء. أي شخص يقدر يعني يسوي هذا الحجز وما بيها صعوبة. فأنتم ليش يعني تروحون تسوونها ب15,000 أو ب10,000 من خلال موبايلك تقدر تحجز. فأنا شفت يعني على اليوتيوب ومقاطع هواي لأن أكو ناس تعاني من عندها ويعانون شلون يتجاوزون المكعبات والاختبار. فقلنا هو يسألك يقول لك كم لون مثلث كم لون او المربعات كم مربع ممتلئ او مخطط. فهي تتباوع الصورة وتحل. فان شاء الله اي شيء انا ما تعرفونه اكتبوا لي بالتعليق وانا راح اجاوب عليه. اخوانا اهم شيء تشتركون بالقناة وتعطون اعجاب للفيديو.